حلقة جديدة من الكلاسيكو. مساء الخير. ليلة من ليالي كرة القدم اللي بيتوقف فيها الدنيا، أعتقد يعني بتتوقف الدنيا لما العالم كله كده بيقعد قدام الشاشات مستني 90 دقيقة من التاريخ والهيبة الكروية. الكلاسيكو ده الكلاسيكو الحقيقي، ريال مدريد ضد برشلونة. ولكن المرة دي الحكاية كانت مختلفة، لأنه الكلاسيكو بيرجع تاني مدريدي للأسف. وأنا بقول كده للأسف. هتقولي طبعا مدريدي عن طريق امبابي وبلينجهام، ولكن أقول لك أنا على حاجة بقى، لا بلينجهام ولا امبابي سبب مكسب الريال. دي من وجهة نظري المتواضعة. أقول لك ليه بقى، ممكن أستاذ خالد يفتح الشاشة عادي. سبب المكسب أعتقد هو لامين يامال. لامين يامال اللي كان سبب شحن لعيبة الريال بشكل كافي جدا قبل المباراة. لاعب عمره لا يتعدى 16 سنة وبيتكلم، أو 19 سنة، بيتكلم عن نادي بحجم الريال. يمين يامال أعتقد ما فيش شك طبعا أن هو موهبة كبيرة جدا، يعني مولود بيلعب كورة، ولكن هذه الموهبة ربما تنتهي قريبا إن لم تتغير عقليته داخل وخارج الملعب. وعايزة أقول حاجة بصراحة، أقول حاجة ليمين يامال أصلا، يعني منه لله اللي كان السبب، منه لله يا يمين، وانت عارف مين. النتيجة النهائية ريال مدريد 2 برشلونة 1 للأسف أيضا، ولكنه انتصار بيخلي الملكي ينفرد بصدارة الليجا بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.